لا تسقط أبدا. وحسنا عندما تم اختيار هذا الاسم، خصوصا وأن مسألة المحبة واحدة من المسائل أو القضايا التي أولتها الشرائع السماوية موفور العناية من لدن أبينا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودعوني أتوقف أمام موضوعين، الأول في الإنجيل والثاني في القرآن الكريم، ليتأكد لنا أهمية المحبة باعتبارها المفتاح الذي يؤدي إلى رضا الله عز وجل ثم يؤدي إلى رضا الناس. لأهمية المحبة كانت هي الوصية العظمى التي جاءت قاسمة مشتركا بين الشرائع السماوية، ويكفينا أن نتوقف أمام هذه الوصية التي أوصى بها السيد المسيح أتباعه عندما قال: تحب الرب من كل قلبك ومن كل نفسك. تكرر هذا بشكل آخر في القرآن الكريم عندما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعندما أتوقف أمام النص الأول الذي جاء في الإنجيل سوف أجد أن المسيح عليه السلام جعل المحبة بابا لرضا أو للوصول إلى رضوان الله عز وجل. وعندما أتوقف مع ما جاء في القرآن الكريم سوف أجد أن المحبة كانت هي اللغة الواضحة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه عندما بين أن الاتباع لا يتحقق إلا بالمحبة لله عز وجل، وهذه المحبة تكون تطبيق وواقع عملي ملموس. النقطة الثانية: اتفاق الشرائع السماوية على أن المحبة هي المفتاح للقلب، بمعنى أنني أبحث عن طريق للوصول إلى الناس، كما جاءت نصوص دعت إلى الوصول إلى محبة الله، هناك من النصوص ما دعت إلى الوصول إلى محبة الناس من خلال مفتاح سهل بسيط، ألا وهو اغتنام الموقف أو الكلمة الطيبة أو المحبة الصحيحة. فقال السيد المسيح: أحسنوا إلى مبغضيكم أو أكرموا مبغضيكم، وهو عين ما جاء في القرآن الكريم عندما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنا أقول بأن هذه المحبة التي لا تسقط أبدا والتي جعلت شعارا لهذا الفريق أراها ضرورة دينية. لماذا؟ لأن الشرائع السماوية اتفقت على هذه الدعوة،